انا هتجنن وعايز حد يقول لي حل للبلوى اللي انا فيها. من يومين كده كنت بعمل ورق الجيش علشان اتقدم، وكنت مطمن وحاطط في بطني بطيخه صيفي اني هاخد اعفاء، واعتقد دلوقتي كلكم توقعتوا السيناريو اللي هيحصل. تعال نشوف انتوا توقعتوا صح ولا غلط. بصوا بقى، وانا في السجل المدني بخلص الورق وبعمل قيد عائلي، فالموظف بيديني الورقه وانا بمضي لقيت ان في اسمين زياده. الست كان اسمها فريده والواد ابنها اسمه علي، فانا قلت له مين الناس دي؟ الاسماء دي مش عندنا في العيله، وانا وحيد ابويا وامي. بعد بحث وحركات وشقلبه لقيته بيقول لي دي مرات ابوك التانيه متجوزها في 2004. فانا قلت له ابويا مين؟ تقصد اللي اسمه حمدي محمد؟ قال لي مظبوط. فانا قلت له لا، في حاجه غلط، ابويا كان في السعوديه في الوقت ده. قال لي لا انت غلطان، ده كان عند فريده. انا بقى دلوقتي عندي بلوتين، اول بلوه ان في احتمال اتقابل في الجيش، التانيه انا هقول لامي ازاي ان ابويا متجوز وعنده عيل عنده 20 سنه. انا محتار ومش عارف اعمل ايه، بس بصراحه ابويا ده طلع جامد. ازاي الموضوع ده بقاله 20 سنه تقريبا وهو اقنع امي انه في السعوديه، وكمان ما شكتش فيه خالص ان هو متجوز.